بيبدأ الفيلم بليه وهو راجع لبيته بالموتوسيكل، ولما بيدخل البيت بتكون بنته سو بتتفرج في التلفزيون ومشغولة، فبينادي ليه عليها فبتلفله سو، وبنشوف ان هي زومبي وبتكون عايزة تهاجمه، ولكن ليه بيمنعها بايديه بسهولة. وبيتكلم ليه وبيعرفنا ان بنته تعتبر اخر زومبي موجودة على الارض، وعلشان نعرف ايه اللي حصل لها بنرجع فلاش باك وبنشوف ليه وهو بيصور في حديقة الحيوان اللي شغال فيها، وبيصور نفسه بالكاميرا وبيقول للمتابعين ان هو هيوريهم الرقصة اللي درب النمر عليها، وبيقف قدام النمر وبيبدأ يرقص. وفي الاول النمر ما بيكونش مهتم وما بيقلدوش، ولكن بعدها النمر بيعمل حركة فبيفرح ليه لان التدريب بتاعه طلع بفايدة. وبنروح لسو هي بترقص في اوضتها هي كمان لانها بتحب الرقص وبتتمرن علشان المسابقة اللي هتشترك فيها. ولما بيدخل ابوها ليه بتنحرج سو وبتكون عايزاه يطلع بره، فبيقول لها ليه ان الرقص موهبة جواه وبيأدي قدامها شوية حركات، فبتزق سو وبتطلعه بره. فبيقول لها ليه ان هو مستنيها علشان يحتفلوا بعيد ميلادها، وبيحتفلوا بعدها بعيد ميلادها ال15، وبيكونوا بيتكلموا مكالمة فيديو مع الجدة كيم. والجدة كيم بتكون ساكنة في القرية وبتهني حفيدتها سو، بتودعهم لان هي مشغولة وبتقفل معاهم. وبعدها بتسأل سو ابوها ليه عن هديتها، فبيقول لها ان هي لازم تلح عليه الاول قبل ما يقول لها مكانها. ولما بتلح عليه سو بتزغزغه وبيشاور لها على مكان الهدية، فبتروح سو تفتح الهدية، ولكن وقتها بتشوف اتنين من جيرانها متجوزين بيتخانقوا، وبيبصوا عليهم وهم بيتخانقوا بطريقة غريبة لحد ما مرات الراجل بتعضه، فبينصدموا من المنظر وبتطلع الست دي متحولة لزومبي. فبيتدرى ليه وسو بسرعة علشان ما تشوفهمش، ولكنها بتكون شافتهم وبتروح ناحية بيتهم وبتفضل تخبط براسها في الازاز لحد ما بتكسره. فبيأمر ليه بنته سو ان هي تدخل اوضتها فورا، وما بيكونش ليه لسه فاهم ان جارته دي بقت زومبي، فبيزعق لها لان هي كسرت الازاز. وعلشان يمنعها من ان هي تدخل للبيت بيزق الكنبة وبيحشر جسمها. ووقتها سو هي في اوضتها بتوريه على تليفونها اخبار الزومبي، وعلى طول بيطلعوا من البيت وبيلاقوا ناس كتيرة متحولة لزومبي وما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه. فبيقول لها ليه ان هم لازم يروحوا عند جدتها في القرية، وبيطلب منها تمثل معاه ان هم زومبي علشان ما حدش يهجم عليهم. فسو بتقول له ان هي مستحيل تعمل كده، ولكن لما بتلاقي الزومبي جايين ناحيتهم بتبدأ تمثل ان هي واحدة منهم، وبيتحركوا سوا وسط الزومبي وهم بيعملوا حركات. ولكن الزومبي بيعرفوا ان هم مش زيهم فبيجروا وراهم، واثناء ما سو بتجري بتقع وبتقرب منها ست عجوزة علشان تعضها، ولكن ليه بيمد ايده وبيخليها تعضه هو مكانها. وبيتضح ان الست دي اصلا مركبة طقم اسنان، وكده العضة بتاعتها مش حقيقية ومش هيتحول. فبيكملوا جري وبيستخبوا ورا عمود، وبيطلب ليه منها تستنى وهو هيروح يجيب عربية علشان يتحركوا بيها، وبيسيبها ليه وبيتحرك بين الزومبي وبينجح في انه يوصل لعربية وبيسوقها وبيروح بيها عند سو، فبتركب معاه وبيهربوا من المكان. ولكن وهما في الطريق بعدها بيلاحظ ليه ان سو بتخبي دراعها وبيكتشف ان هي اتعضت. وهنا بنعرف ان سو اثناء ما كانت مستنياه يرجع لها بالعربية اتفاجئت بطفل صغير بيعضها في ايديها، وبتسأله سو اذا كانت هتتحول لزومبي، فبيقول لها ليه ان دي مجرد عضة طفل ومش هيحصل لها حاجة. ولكن ما بيعديش كتير وبتبدأ الاعراض تظهر على سو وبتتحول لزومبي، وبتحاول تهجم على ابوها فبيوقف العربية وبيربطها على الكرسي بالحزام، وده علشان يقيد حركتها. فراسها بتتخبط بالغلط وبتفقد وعيها. وبنروح للجدة كيم في الوقت ده وهي راجعة بيتها وبتلاقي ابنها ليه جوه، وبيقول لها ان حفيدتها سو مريضة، فبتقلق عليها وبتدخل بسرعة علشان تشوفها في الأوضة، وبتلاقي الأوضة في حالة فوضى وما بتكونش أدركت ان سو اتحولت لزومبي، فبتقول عليها شقية وبتضربها على راسها. ولكن لما بتعرف بعدها من ليه ان هي اتحولت لزومبي بتعيط. وبيشوفوا وقتها في التلفزيون بيان عن أزمة الزومبي اللي حصلت، وبينصحوا في البيان المواطنين ما يتواصلوش مع أي حد مصاب لأنه بيشكل خطر وهيعضهم. وتاني يوم بيروح ليه المستشفى بالعربية وبيكون واخد سو معاه وهو رابطها، وبيسيبها وبيدخل للمستشفى، وهناك بيكون في واحد متحول لزومبي لأنه اتعض، وأخته بتحاول تدافع عنه لأن عناصر الجيش عايزين يموتوه. وساعتها أخوها بيعضها في رقبتها، فطبعا الجنود بيموتوهم هما الاتنين. وبينصدم ليه ساعتها فبيخرج بسرعة وبيركب عربيته وهو مدرك ان هو لو عرفهم بان بنته اتحولت لزومبي هيقتلوها، وعلشان كده بيرجع عند امه وبيقول لها ان هو قرر ينهي الامر بايده، وبيحفر
حفرة علشان يدفن فيها سو لانه مش عاوز حد تاني يموتها، وبيكون رابطها في شجرة وبيمسك الأداة اللي بيحفر بيها علشان يضربها ويخلص عليها. ولكن في اللحظة دي بيفتكر ذكرياتهم سوا فما بيقدرش يموت بنته، وبيعيط وبينهار وبيحضنها. فأمه كيم بتقوله يبعد وبتاخد منه الأداة علشان تخلص عليها، ولكن ليه بيمنعها. وأثناء ما هما بيتجادلوا بتفك سو نفسها وبتهرب، ولما بياخدوا بالهم ان هي هربت بيروحوا بسرعة يدوروا عليها في القرية لكنهم مش بيلاقوها. وساعتها ليه بيخمن ان هي راحت لمكانها المفضل على الجزيرة القريبة من القرية واللي كانت بتحب تروحها وهي طفلة، وفعلا بيلاقوها في بيت على الجزيرة دي. وبيقول ليه لأمه ان سو افتكرت المكان ده لانها كانت بتحبه وهي طفلة، ومعنى كده ان في جزء منها لسه حي وذكرياتها موجودة. وما بتكونش امه مصدقة فبيشغل ليه اغنيتها المفضلة على تليفونه، وساعتها ليه بتبدأ تتحرك وترقص زي ما كانت بتعمل زمان وهم بيكونوا مصدومين لان هي بكده عندها ذكريات ومش زومبي بالكامل. وبالليل في البيت وهم سوا قاعدين بياكلوا بيكون ليه مصمم على رأيه وبيقول ان هي لسه بنت وما تحولتش لزومبي. وفي الوقت ده بيوصل للبيت صاحب ليه القديم اللي اسمه دونج، واول ما بيسمعوا صوته بره بيقلقوا لانهم مش عايزينه يدخل الأوضة اللي فيها سو علشان ما يشوفهاش ويعرف ان هي زومبي. فبيرحب ليه بدونج لانهم كانوا اصحاب زمان، وبيسألوا عن بنته لانه عاوز يشوفها. وبيسمع صوتها في الأوضة فبيتطفل وبيبص عليها، وطبعا بينصدم من منظرها، ولكن بيتظاهر ان هو ما خدش باله من شكلها وبيستأذن علشان يمشي. وبره بيمسك تليفونه علشان يطلب النجدة، ولكن ليه بيجي وبيطلب منه ما يعملش كده وبيخطف التليفون من ايده علشان يمنعه. وبعدها في الصيدلية بتاعة دونج بيوريله ليه فيديو مصوره على تليفونه لسو، وبتكون بتعمل حركات وبترقص، ولكن دونج ما بيكونش مقتنع وبيقوله ان هي زومبي وخطر. فليه بيقوله ان هي بنته وبيفهمه ان هو عاوز يدربها زي ما عمل مع النمر قبل كده ودربه يرقص زي البشر، وهو هيدربها ويخليها انسانة مسالمة لحد ما العلماء يلاقوا علاج للزومبي. وما بيكونش دونج شايف ان دي فكرة صح، فليه بيقوله ان هو اب وما يقدرش يتخلص من بنته، وبيترجى ان هو يحس بيه لانه كأب مش هيقدر يعمل كده. وتاني يوم الصبح بيتكلموا سوا تاني، وبيفاجئوا دونج لما بيقوله ان هو فكر في كلامه واقتنع بيه وموافق ان هو يساعده في تدريب سو لان ده دوره كصديق ليه، وبيحضنوا بعض الاتنين. وعلى طول بعدها بيروحوا للجزيرة وبيبدأوا يدربوا سو بعيد عن الناس، وبيقربوا لها عصاية فبتعضها سو، ووقتها دونج بيخاف منها وبيجري وهي بتجري وراه. وفي البيت بعدها بيبدأ ليه يدربها تدريبات اجتماعية وبيطلب منها ترمش بعينيها لو بتحبه، ولما بترمش سو بعينيها بيكون فرحان. ولكن امه كيم بتقوله ان هي جعانة ودي علامة على رغبتها في الافتراس مش اكتر. وبتمر الايام بعدها عليهم وبيفضل ليه يدربها لحد ما سو بتستجيب لتدريباته وما بتعضوش، فبيمد لها ايده ولكنها ما بتعضوش فبيفرح. وبعدها امه كيم بتقترح عليه يشتري لها مكياج ويغطي بيها رؤها اللي في وشها، ويجربوا ياخدوها في نزهة ويخرجوها لان شكلها مكتئب. فبيروح ليه يشتري المكياج من المتجر، واثناء ما هو مستني بيبص على بنتين بيقربوا من المدرسة بتاعتهم اللي اسمها يون. واول ما ليه بياخد باله من يون بيتدرب بسرعة علشان ما تشوفهوش لان هي عارفاه، ولكن يون بتدخل للمتجر لان هي شافته. وبعدها في العربية بتقوله ان هي ما شافتهوش من زمان، وبتسأله عن حاله واذا كان اتجوز، وبتعرفه ان هي شغالة استاذة في القرية وبتكون عايزة تروح معاه البيت وتزور امه كيم. ولكن ليه بيطلب منها توقف العربية لانه افتكر مشوار مهم لازم يروحه، وبينزل من العربية وبيكون باين عليه ان هو بيهرب. وبالليل اثناء ما بيكون ليه مع دونج بيقول له دونج ان هو عارف ان يون هي حبه الاول، فليه بينكر وبيقول له ان هم كانوا اصحاب مش اكتر. وبيتفاجئ ليه بيون بتدخل للمطعم وبتقعد معاهم على الترابيزة وبتكلمه وبتقول له ان هي سمعت بان عنده بنت اسمها سو وان امها ماتت، وبتعتذر له لان هي ما كانتش تعرف كده. وبتسأله عن بنته فبيقول لها ليه ان هي مريضة وبتتعلم في البيت. ووقتها في التلفزيون بيقولوا ان ازمة الزومبي على وشك الانتهاء وان هم تقريبا موتوا كل الزومبي وما عادش فاضل منهم حد. وساعتها يون بتقول ان هي بتكره الزومبي وبتحكي وبتقول ان خطيبها اتحول لزومبي وان هي خلصت عليه بنفسها. فبيقلقوا وقتها من ان هي تعرف ان سو بقت زومبي علشان ما تأذيهاش. وفي البيت بعدها بيلاحظ ليه ان سو مهتمة باعلان في التلفزيون عن مهرجان احتفال، فبتكلمه امه كيم وبتقول
له ان هي سمعت ان هو قابل حبه الاولاني يون، فبينكر ليه ان هما كانوا بيحبوا بعض اصلا، وبيقول ان هما كانوا اصحاب مش اكتر. وفي اليوم اللي بعده بيحاول ليه يقنع صاحبه دونج ان هما ياخدوا سو للمهرجان، وبيقول له ان هي كانت بتحب تروح المهرجان ده وهي صغيرة، واول ما شافت الاعلان في التلفزيون كانت متفاعلة معاه. ودونج بيشوف ان الموضوع ده خطير فبيترجاه ليه ان هو يوافق. ولما بيرجع ليه بعدها للبيت بيتفاجئ بان يون قاعدة تتعشى مع امه، فبيقلق ليه وبيسحب امه بره البيت وبيعاتبها لان هي سمحت لها تدخل، فبتعرفه ان هي اللي جت لوحدها وان سو في الاوضه. ولسوء الحظ في الوقت ده بتطلع سو من الاوضه، واول ما بتشوفها يون بتروح ناحيتها علشان تتعرف عليها، وعلى طول بيزقها ليه للاوضه وبيقفل عليها الباب، وبيعتذر ليون ان بنته مريضه. ولكن وقتها بتسمع يون صوت بتعمله سو وهي في الاوضه، وبتفتكر ان الصوت ده اللي بيعمله الزومبي، فبيحاول ليه يشوش على الموضوع وبيصفر بالصفاره بتاعته علشان يعمل صوت يغطي بيه على صوتها. وبيخرج يون بره البيت وبيتحجج ان ده ميعاد تدريبات اللياقه بتاعتهم وان هم مشغولين. فبتساله يون عن مرض بنته، فبيطلب منها ليه ما تتدخلش في الموضوع ده، وبيقول لها ما تجيش هنا تاني. فما بتقدرش يون تصدق وقاحته دي وبتمشي. وفي اليوم اللي بعده بتحط الجده كيم مكياج على سو علشان تغطي على شكلها الزومبي، وبيوصل دونج للبيت وهو لابس لبس تنكري علشان يروحوا المهرجان. وبيشوفوا سو هي طالعه بالمكياج وشكلها زي البنات الطبيعيه، وبيركبوا العربيه في طريقهم للمهرجان. اما الجده فبتروح اجتماع عامله رئيس القريه، وبيعلن ان القريه بتاعتهم طلعت من احسن 10 قرى من حيث النظافه والامان، وبيحتفل لان ما ظهرش عندهم اي حالات زومبي. وساعتها الجده كيم بتتوتر وبتكح، فبتاخد يون بالها. ووقتها رئيس القريه بيقول لها ان هو سمع ان ابنها ليه جاب بنته سو قعدوا معاها في البيت، وبيسالها ليه مش بيودوا حفيدتها سو للمدرسه، فبتقول له ان حفيدتها مريضه وبتتعلم من البيت. ولكن رئيس القريه بيقول لها ان عندهم نقص في عدد الطلاب ولازم تبعتها للمدرسه. ووقتها يون بتتكلم وبتاكد على كلامه وبتقول ان هي لازم تبعت حفيدتها للمدرسه. فكيم بتقول لهم ان حفيدتها بتتعلم في البيت كويس وبتقوم علشان تمشي. وفي الوقت ده لي ودونج بيكونوا مع سو في المهرجان وماسكين ايديها، وبيكونوا بيستمتعوا بوقتهم هناك. وبيحاول لي يوري سو صورها القديمة علشان تفتكر، ولكن ما بيظهرش عليها اي رد فعل. وبينشغل لي مع دونج بالاخبار اللي بتقول ان هم اقتربوا من صنع علاج للزومبي، فبيكونوا فرحانين. ولكن وقتها بياخد لي باله ان سو اختفت ومش في مكانها. وفي نفس الوقت لما الجدة كيم بترجع للبيت بتتفاجئ بيون مستنياها هناك، وبيكون معاها عصاية، وبتكون كيم عايزة تطردها. فبتوريها يون صورة لسو هي زومبي وبتاكل، والصورة دي كان ابوها ليه مصورها لها وحاططها في مذكراته، ولكنها لقيتها وهي في الأوضة. وبنسيبهم وبنرجع لسو وهي ماشية لوحدها في المهرجان، وبتشم ريحة الحلوى اللي هي بتحبها، فبتروح لكشك الحلويات وبتاخد الحلوى من غير ما تدفع. ولما ليه بيشوفها بيجري عليها وبيحضنها، وبيدفع للراجل فلوس الحلوى اللي خدتها. وساعتها سو بتنطق بأول كلمة ليها وهي اسم الحلوى اللي بتحبها، فبيكون ليه مش قادر يصدق ان هي نطقت بكلمة، وبيفرح جدا وبيكون متأثر وبيحضنها وبيعيط. وبنرجع للجدة كيم وهي مع يون، وبتسألها ليه بيخبوا حفيدتها الزومبي، فبترد عليها كيم وبتقول لها ان دي مهما كانت حفيدتها وبنت بنتها. فهنا يون بتستغرب وما بتكونش فاهمة، لان هي كانت فاكرة ان سو بنت ابنها ليه. فبتقول لها كيم ان ليه يبقى ابوها وفي نفس الوقت خالها، فبتحس يون ان ده مش طبيعي. فكيم بتحكي لها وبنرجع للماضي وبنعرف ان ليه يبقى خال سو مش ابوها، وان ابوها الحقيقي كان بيعامل مراته بشكل وحش وهجرهم وسابهم ومشي. ومن بعدها وليه اتكفل بتربية سو بنت اخته. وفي ليلة من الليالي كان المفروض بياخد باله من سو كان منيمها في اوضتها، ولكن صاحبه دونج اتصل بيه علشان يجي الملهى لانهم بيحتفلوا، وكمان يون موجودة هناك. فقرر ليه ساعتها يسيب بنت اخته نايمة وبيروح يحضر الاحتفال. وبعدها بيتكلم مع اخته في التليفون وبيعرفها ان سو بنتها نايمة لوحدها في البيت. فاخته اتضايقت جدا ولامته لان هو وعدها ياخد باله منها، فاعتذر لها ليه. ولكن وقتها اثناء ما كانت اخته بتعدي الطريق خبطتها عربية وماتت للاسف. ومن بعدها فضل ليه حاسس بالذنب سنين، وقرر ان هو يربي سو على ان هو ابوها مش بس يكون خالها. وبنرجع لكيم وهي بتكمل كلامها ليون وبتفهمها ان ابو سو الحقيقي شخصية منحطة وخد فلوس التأمين على حياة مراته
مراته واختفى. وبعدها بشوية لما بيرجع ليه ودونج مع سو للبيت بيلاقوا يون هناك، وبتمسك يون العصاية اللي جايباها معاها وبتستعد علشان تهجم على سو وتخلص عليها، وبتطلب منهم يبعدوا، وبتهجم عليها علشان تضربها، ولكن ليه بيحميها وبياخد الضرب كله على ظهره. وبتكون سو غضبانة وعايزة تهجم عليها لان هي اذت ابوها، ولكن ليه بيمسكها وبيمنعها وبيقول لها ان هو قال لها اكتر من مرة ما تهاجمش حد، فبتهدى وبتسمع كلامه. ووقتها يون بتكون مصدومة من ان سو بتفهم كلامه، فليه بيقول لها ان بنته مختلفة ومش زومبي، ومع ذلك بتكون يون عاوزة تهجم عليها، فبيمسك ليه العصاية علشان يمنعها. وفي الوقت ده كيم بتأمرهم يبطلوا اللي بيعملوه ويقعدوا سوا يتكلموا بهدوء، وبيتكلموا سوا وبتعرفهم كيم ان رئيس القرية نبه عليها ان هي لو ما ودتش حفيدتها للمدرسة تاني يوم هيعدي ياخدها بنفسه ويوديها للمدرسة لان هم عندهم نقص في الطلاب. ووقتها يون بتقول لهم طالما بيقولوا على سو ان هي مش زومبي فايه المانع يودوها المدرسة، وبتشترط عليهم يودوها المدرسة علشان تختبر كلامهم، فبيضطروا تاني يوم يودوها المدرسة. وفي الفصل بتقدمها يون للطلاب التلاتة، وفي نفس الوقت بيكون ليه بره الفصل بيراقبها، فبتطلع يون تكلمه وبتسأله ايه اللي جابه، فبيقول لها ليه ان هو عاوز يسيب معاها اكل علشان لو سو قاعد. ووقتها في الفصل في بنتين بيتنمروا على سو وبيلمسوا وشها، فبينصدموا لما بيلاقوا العدسات اللي في عينيها اتحركت بشكل غريب، فعلى طول بيدخل ليه وبيعدل عدسات عينيها وبيقول لهم ان بنته عندها مرض في عينيها. وفي حصة الالعاب بتيجي كرة ناحية سو وهي قاعدة، فبتمسكها وبتروح تديها للبنتين، فبيتريقوا على طريقة مشيها وبيطلبوا من استاذتهم يون تخليها تلعب معاهم ماتش. وفي نفس الوقت بيكون ليه بيراقب من بعيد، واثناء ما هما بيلعبوا سوا بتبص يون على وش سو، فبتتخض من منظرها ومن غير تفكير بتضربها بالكرة في وشها، فبتقع سو وبيجري ليه يطمن عليها وبيلاقي وشها مصاب، فبيشيلها بسرعة على ظهره وبيوبخ يون على اللي هي عملته، وبياخدها لصيدلية صاحبه دونج، وبيفضل دونج يحاول يصلح في وشها اللي اتعوج لحد ما بينجح يرجعه زي ما كان. ووقتها بتعتذر يون عن اللي هي عملته وبتقدم هدية اعتذار للي، فبيستغرب ليه لما بيلاقيها جايبة تفاح هدية، فبتعرفوا يون ان زمايلها الطلاب التلاتة هما اللي اشتروا التفاح ده علشان يعتذروا لها. وبيشوفوا الطلاب التلاتة برا الصيدلية وبيكونوا واقفين بيشاوروا لها، وساعتها سو بترد على اشارتهم وبتحييهم بايديها، فبيكونوا مبسوطين لان اول يوم لسو في المدرسة عدى على خير. وفي الليلة دي في البيت بيرن جرس الباب، فبتروح الجدة كيم تفتحه وبتتفاجئ لما بتلاقي هيونج ابو سو الحقيقي قدامها، وبتسأله ايه اللي جابه، فبيقول لها ان بنته سو وحشته وجاي يزورها، وبيوريها الفيديو المنتشر لسو لما كانت في المهرجان وكان في حد مصورها وعرفوا ان هي زومبي مستخبية، والحكومة حطت مكافأة للي يسلمها علشان كده جه ياخدها ويسلمها. وبيدخل غصبا عن كيم وبيكلم سو بيقول لها ان هو ابوها، فبتحاول كيم ان هي تضربه فبيزقها وبيوقعها. وفي الوقت ده بيكون ليه بره البيت وبتتصل امه بيه وبتعرفه ان هيونج خطف سو، وفعلا بيكون هيونج خاطفها ورابطها في العربية، ولكن ليه وقتها بيجري علشان يلحقه وبيقع من فوق التل على الطريق علشان يعترض العربية، فبيضطر هيونج يفرمل بالعربية وبيضربه ليه وبيطلع بنته سو من العربية، ولكن هيونج بيضربه بعصاية وبيشتبكوا الاتنين سوا، فبيقول له ليه ان دي بنته ومش هيسمح له ياخدها منه، فبيقول له هيونج ان امها ماتت بسببه، فساعتها بيتأثر ليه وبيقول له ان اخته كانت عايزة بنتها تعيش حياة سعيدة وان هو وعدها بكده وان هو هياخد باله منها، وبيهجم ليه على هيونج وبيفضل يضربه، فبيستعطفه هيونج وبيعرض عليه يقسم المكافأة ما بينهم، وبيفهموا ان في فيديو منتشر ليها وان هم اكتشفوا ان هي زومبي، فبينصدم ليه لما بيسمع الكلام ده وبيغدر هيونج بيه وبيعضه في ايده وبيقوم وبيفضل يضربه. ووقتها سو لما بتشوفه بيضرب ابوها ليه بتغضب وبتهجم على هيونج وبتعضه في رقبته، وبكده بيتصاب هيونج وبيكون هيتحول لزومبي، وليه بيزعق لها على اللي هي عملته وبيقول لها ان هو طلب منها اكتر من مرة ما تعضش حد. وفي الوقت ده هيونج بتظهر عليه اعراض التحول وبيقلب لزومبي وبيهجم عليهم، فليه على طول بيضربه بالعصاية، وبيرجع ليه بعدها مع سو عند امه كيم وبيعرفها بكل اللي حصل. وتاني
يوم بيكون ليه مع صاحبه دونج في الصيدلية، وبيقول له هو حزين ان سو للأسف عضت حد امبارح وبكده ما اتغيرتش زي ما كان فاكر، وبيعرفه ان هو قرر ياخدها ويسافروا المكان بعيد. فدونج بيعترض وبيقول له ان قراره غلط، ولكن ليه بيسيبه وبيمشي وهو مصمم على انه هيسافر مع سو. ولما بيوصل بعدها للبيت بيلاقي امه كيم مجهزة حاجتهم للسفر، وبتقول له ان هي عرفت من دونج ان هم هيسافروا ولكنها مش هتسيبهم وهتسافر معاهم. وفي اليوم اللي بعده بيجهزوا حاجتهم في العربية، ولكن ليه بيطلب من امه تروح تسلم يون جواب وبعدها ترجع ويسافروا سوا. فبتروح كيم في طريقها علشان تسلم الجواب ليون في المدرسة، ولكن وقتها بتكون يون معدية بعربيتها وبتعرض عليها تركب معاها. واثناء ما كيم راكبة معاها بتشوف قوات من الجيش رايحين للقرية، فبتقلق من انهم يكونوا رايحين يموتوا سو. وساعتها بتفتح الجواب اللي ليه طلب منها توصله ليون، وبتلاقيه كاتب في الجواب رسالة ليهم كلهم، وبيعرفهم فيها ان هو قرر يسافر مع بنته سو لوحدهم، وان هو بيعتبر نفسه ابوها ومسؤوليته يحميها لحد اخر لحظة. ووقتها بنشوف قوات الجيش بيقتحموا البيت ولكنهم ما بيلاقوهمش موجودين، وده لان ليه وسو في مكان سو المفضل على الجزيرة لوحدهم، وبيكونوا بيستعدوا للسفر عن طريق البحر. فبيكلمها ليه وبيقول لها ما تقلقش، ولكن ساعتها بيسمع ليه اصوات القوات جايين من كل مكان وبيحاصروهم. فبيقفل ليه عليهم الباب وبيكلم سو بيهديها وبيقول لها ما تهاجمش حد وتسمع كلامه. وبيخبطوا على الباب وبيسمع ليه القائد من بره بيأمره يخرج لوحده، فبيرد ليه وبيقول له ان هو مش هيقدر يعمل كده، وبيقول له القائد ان ده التحذير الاخير. فبيطلب ليه منه حاجة واحدة بس يوعده بيها، وهي انه ما يموتش بنته بعد ما يخرج. ولكن القائد بيقول له ان هما مش بيتفاوضوا مع مجرمين وبيبدأوا محاولة اقتحام المكان. فهنا بيدرك ليه ان دي النهاية، فبيقرب من سو وبيعتذر لها لانه ما قدرش يحميها لحد الاخر، وبيطلب منها تسمع كلامه وتعضه علشان يموتوا سوا. ووقتها بيبان على سو ان هي مش عايزة تأذيه، ولكنه بيطلب منها تسمع كلامه زي ما اتفقوا وبيحضنها علشان تعضه. فبتسمع سو كلامه وبتعضه، وبيقتحموا وقتها المكان وبيأمروا القائد يبعد عن سو، ولكن ليه ما بيرضاش يبعد. ولما بيضربوا على سو بيحميها ليه بجسمه وبياخد كل الطلقات في جسمه. وساعتها سو بتقرب من ليه وهو مصاب وبتنطق لأول مرة كلمة بابا. ولما القائد بيلاقيها بتنطق بكلام بيمنع الجنود من انهم يضربوا عليها نار لانها كده مش زومبي، وبيكلمها ليه وبيقول لها ان هو فخور بيها وان هي عملت حاجة كويسة وبيفقد وعيه. فبتفضل سو تعيط وتنادي عليه. وبعد مرور فترة بنشوف سو بتفوق من الغيبوبة في المستشفى، وده بعد ما رجعت بشرية بالكامل. وبتاخدها الجدة كيم لأوضة المستشفى اللي أبوها فيها، وبنعرف إن ليه أبوها في غيبوبة. وبنعرف من الأخبار إن قصة ليه وبنته سو انتشرت جدا وكلهم أعجبوا بتضحيات ليه. وكمان الأطباء بيتكلموا مع كيم ودونج ويون وبيعرفوهم إن ليه ما تحولش لزومبي، وده لأن مناعته طورت أجسام مضادة ضد الفيروس، لأنه كان قريب من سو أثناء ما كانت زومبي وبيدربها، وعلشان كده جسمه تعافى من الفيروس وخاف. ولكن للأسف هو لسه في غيبوبة. وفي الوقت ده بتدي الجدة كيم ليون مذكرات ليه، وبيكون في المذكرات دي صور كان ليه مصورها لها أثناء ما كانت زومبي، وكاتب لها إن كل صورة من دول كانت لحظة جميلة عاشوها سوا. وهو قرر يجمع الصور دي علشان بعد ما تتعافى تفتكر ذكرياتهم الجميلة، وهو هيفضل دايما أبوها في السراء والضراء. فبتتأثر سو بتعيط على تضحية ليه، وبعدها سو بتقرر تكمل حياتها وترجع ترقص وتشترك في مسابقة الرقص لأنها عارفة إن ده اللي كان أبوها ليه عايزه. وتاني يوم يون بتكون مع ليه في الأوضة ومشغلة له على تليفونها فيديو رقص سو في المسابقة، وبتتفاجئ في اللحظة دي لما بتلاحظ إن صباع ليه بيتحرك، ومعنى كده إن هو سمعها وممكن يفوق. وبيخلص الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في قناة فيلمتشينو وتعملوا لايك للفيديو، وتقدروا تقترحوا علينا أي مسلسلات وأفلام نلخصها في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في قناة عبدو عاطف عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، ونشوفكوا الملخص اللي جاي.